أكبر دليل هو أحدث كاسحة جليد من إنتاجهم السفينة بولاريس اللي بتشتغل بالغاز الطبيعي. السفينة تصنيعها بيتكلف حاليا حوالي 147 مليون دولار، في نفس الوقت اللي لو اتخذت فيه نفس السفينة واتصنعت في أمريكا فهتتكلف مش أقل من 10 أضعاف الرقم ده. يعني أي دولة النهاردة عايزة كاسحات جليد أول ناس هتروح لهم هم الفنلنديين. الخلاصة يا صديقي إن الدول كلها دلوقتي بتستعد عشان تحجز مكانها في القطب الشمالي، واللي عنده قوة عسكرية والأهم كاسحات جليد أكتر وأحدث هو اللي هيقدر يسيطر على كنوز المنطقة دي ويحدد مين يستغلها وإزاي، خصوصا إنها مش ثروات بسيطة، كفاية الثروات المعدنية اللي فيها بس، واللي هتحدد مين اللي هيتحكم في سباق التكنولوجيا والطاقة النظيفة السنين الجاية. وفي ظل انقسام العالم لفريقين، في ناحية روسيا والصين وفي الناحية التانية أمريكا ودول الناتو، والاتنين بيحتاجوا لدولة واحدة بس هي الوحيدة اللي في إيديها دلوقتي المفتاح لكنوز منطقة القطب الشمالي. وهنا بقى نكون وصلنا لأهم أسئلة في الحلقة. هل شايف فعلا إن الصين